بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى الولاد قالوا لي يا ماما عايزين نتعشى كده، قلت لهم بس كده. نزلت عليهم بالتقيل، قلت لهم تعالوا هعمل لكم وصفه ولا احلى الوصفات. جبت 3 من حبات البطاطس مقطعه مكعبات، ومعايا فلفل الوان، ومعايا ملح وكمون وبابريكا. تمام. ومعايا 3 بيضات او 5 لو عايزين نزود البيض مفيش مشكله. تمام. معايا هنا بقى ميه بتغلي على النار، هنسلق فيها البطاطس 3/4 سوا. تمام. مش هنهريها قوي علشان ايه، هنكمل لسه بقيت سواها تاني في الطاسه. هنسلق البطاطس وارجع لكم تاني. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتنا، سخناها طبعا على النار ومولعين عليها. وهننزل معانا هنا، انا نسيت اقول لكم طبعا ان انا جبت معلقه من الثوم. تمام. نزلنا بمعلقه من السمنه، هنسيحها جامد. وهننزل بالبطاطس، هناخدها تشويحه كده مع السمنه زي ما احنا شايفين اهو. تمام. وبعد كده يا حبايبي هنشوحها، وهننزل بعديها بالثوم. هنشوح معاها الثوم والتوابل والفلفل. هنا يا حبايب قلبي بدأنا اهو نشوح معاها الثوم زي ما احنا قلنا. هنشوح الثوم كده مع البطاطس. عايزه اقول لكم الثوم مع البطاطايه بيدي ريحه رهيبه، وكانت تحفه. كده بقى الثوم مع الفلفل مع الثوم مع البطاطس كانوا تشوحوا. ننزل بقى بالفلفل الالوان وجماله، يا تكاتك يا حركاتك يا مجنة. نقلب بقى ونشوح كل ده مع بعضه، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. ننزل بقى بالتوابل اللي هي نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من البابريكا، ومن الكمون، وربع معلقه صغيره من الملح. انا مش مكتره ملح لان انا عندي الثوم اصلا بيبقى فيه ملح المفروم دوت، فما بزودش ملح كتير قوي. هشوح كله بالتوابل بكله، وبعد كده نقول الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه رايكم؟ شايفين؟ جميلة 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 تحفة والله العظيم، تستحق التجربة. هنا كنت 4 بيضات، وحطيت عليهم شوية من الملح صغيرين، وحبة من الفلفل، وهضربهم كلهم في بعض. وهننزل بيهم بقى على الصينية. فين اللايك؟ انا مش شايفة لايكات ولا شايفة اشتراكات، انتوا نسيتوني ولا ايه؟ يلا دوسي على اللايك ودوسي على الاشتراك عشان تدعميني، عشان يوصل لكم كمان كل فيديو جديد انا بعمله. ننزل بقى بالبيض كده، شايفين؟ هنوزعه كله على الصينيه. وهنبدا طبعا اول ما لحظه البيض دي بتنزل انا بوطي خالص على الصينيه بتاعتي، عشان ايه؟ ما تلزقش وما يبقاش البيض يتحرق بسرعه. تمام. هنوطي خالص على نار هاديه خالص، وهنغطيها بغطا. وبعديها مثلا ب10 دقايق بالكتير قوي، اول ما احس ان البيض خلاص تماسك واستوى هنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. هنا بقى كنا ايه، غطيناها. وانا هنا بوريكم بقى ان خلاص البيض خلاص دخل في السوا. هنبدأ بقى ننزل طبعا بالموتزاريلا بتاعتنا، خلاص تماسك البيض مع البطاطس وكله. هنبدأ بقى نوزع الموتزاريلا بتاعتنا، وهندخلها تحت الشواية يا دوبك بس الجبنة تسيح وتاخد لون، ونطلعها. وبكده اكلتنا تكون جاهزة. وهنا بقى كانت طلعت معانا، عايزة اقول لكم كانت الجبنة سايحة وتحفة، والشكل والطعم في حتة تانية خالص. جربوها ومش هتندموا. انا هقطعها بقى واوريها لكم عشان تشوفوا ان هي شكلها عامل ازاي بعد ما بتطلع. وهنا بقى كنا مسخنين شوية عيش بلدي كده حلوين، وشوية خيار مخلل او بتنجان مخلل. تحفة تحفة تحفة. يلا استنوني في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك والاشتراك. ويلا مع السلامة. شوفوا بقى شكل البيتزا.